إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، نفذت القوات البحرية المصرية والفرنسية التدريب البحري المشترك المصري الفرنسي كليوباترا 2024، والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بنطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك بمشاركة عناصر من القوات البحرية المصرية والفرنسية. تضمن التدريب عقد العديد من المحاضرات لتوحيد مفاهيم العمل المشترك بين كافة العناصر المشاركة، كذلك التدريب على تنفيذ أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن الغير منصاعة. والدفاع الجوي ضد الأهداف الجوية المعادية. كذلك التدريب على الإمداد والتزود بالوقود في البحر، فضلا عن تنفيذ رماية مدفعية سطحي بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف المعادية. بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة أظهرت مدى التجانس بين الوحدات المشاركة في التدريب. يأتي التدريب في ضوء العلاقات التي تجمع بين القوات المسلحة المصرية والفرنسية لتعظيم الاستفادة من القدرات الثنائية لكلا الجانبين، وتبادل الخبرات في أسلوب تأمين مسارح العمليات البحرية ضد التهديدات المختلفة. حضر المرحلة الرئيسية للتدريب الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية، والفريق بحري كريستوف لوكا قائد المنطقة البحرية للبحر المتوسط بالقوات الفرنسية، وعدد من قادة القوات البحرية المصرية والفرنسية.